تعالي اقولك على بديل الشندوتشات والفينو وقت المدارس. والوصفة دي لو عملتي منها كميات وحطيتيها في التلاجة وكل يوم طلعتي منها وسخنتي في الميكروويف او سواء على طاسة على عين البوتاجاز برضو هتمشي معاكي. والوصفة دي حلوة جدا، واي حاجة عندك في التلاجة ممكن تحطيها. هنجيب عندنا فلفل الوان، الكمية اللي انت تحبيها واللون برضو اللي تحبيه، وهنجيب شوية زيتون، وهنجيب عندنا جبنة كريمي او اي نوع جبنة انت بتفضلي، وهضيفه هنا جبنة قريش، جبنة كريمي، جبنة ليستون، جبنة اسطنبولي، اي نوع جبنة انت بتفضلي. وهقلبه كده مع الفلفل والزيتون، وهنزل ببيضتين، وهديها رشة ملح ورشة فلفل اسود، بس كده. دي الحشوة عندنا سهلة جدا وبسيطة خالص، وتقدري تحشي بيها اي حاجة. احنا هنا مش عايزين بقى الفينو، عندنا فينو لا ما جبناش فينو، لا نبعت نجيب فينو، لا خالص. هقلب الخليط ده كويس جدا. لو انت حابة بقى تحطي الخليط دوت في عيش بلدي وتسويه في فرن البوتاجاز او على العين من فوق برضو حلو جدا ويمشي معاكي. هجيب عندي صينية، وهجيب عندي العيش السوري، تمام، واحطه كده في اي طبق عندي او اي مج او اي حاجه مدوره، وهبتدي اللي انا اعمله زي على شكل العيش الكايزر. وهاخد من الخليط دوت شويه، حابه تضيفي هنا اي نوع جبنه موتزاريلا او اي نوع جبنه اللي هي بتمط برضو ضيفي، مفيش برضو مشكله. هقفلهم كده واحطهم في الصينيه. هعمل شكل مدور، وهعمل برضو اللي هو الشكل المطول. لفة العيش السوري دي كنت انا جايباها وقعدت بقالها عندي كذا يوم في التلاجة، وما كانش ليها استخدام عندي، فقلت والله اللي انا هعمل بيها الفكرة ديت، وحلوة جدا. ولفة العيش السوري يعني مش غالية ولا اي حاجة خالص، ده تقريبا ب15 جنيه او ب20 جنيه، وفيها كمية عيش حلوة ومحترمة. بس كده. هعمل بقى كام واحد كده عملتهم في الطبق على شكل مدور، وهبتدي اللي انا اعمل برضو كام واحد كده الفهم رول على شكل مثلا زي صوابع الشاورما. حابه انت بقى تستبدلي مثلا الجبنه وتحطي لحوم، تحطي اي حاجه، الحشوه معاكي متاحه. الواحد بيقولك الفكره وانت نفذي بقى زي ما انت عايزه تنفذي. هرش كده على وشهم شويه جبنه موتزاريلا، وهدخلهم عندي الفرن. لو انت مش حابه